في موقف احنا بنتحط فيه كدكاتره عظام وبنشوفه كتير، هو ان نلاقي مريض جاي لنا في العياده او اهل المريض يجوا لنا في العياده بالاشاعات ويتقال ان المريض ده مكسور في البيت، عنده كسر في عنق الفخذ او في اعلى مفصل الفخذ، وبقاله اسبوع او 2 قاعد في البيت. طب هو قاعد في البيت ليه؟ اصل هو عنده ضغط وعنده سكر وعنده قصور في الكلى، فاحنا بنظبط له الحاجات دي، وبعدين هو ماشي على ادويه سيوله، فاحنا مستنيين لغايه لما التاثير بتاع دواء السيوله يروح، وبعدين بقى بنلف على الدكاتره عشان نشوف هنعمل العمليه بتاعه تغيير المفصل او بتاعه التثبيت دي هنعملها فين. طبعا ده كلام مش مظبوط خالص، لان لا يمكن الحاجات دي تتظبط والمريض قاعد في البيت. ممكن تتظبط بعد اسبوع، بعد 2، وساعتها هيكون ظهر مشاكل تانية، هيجيله التهاب في الصدر، في مجرى البول، هيجيله قرح فراش، وفي الاخر المريض ده احتمال كبير ما يقدرش يعمل العمليه، لان هتظبط السكر من ناحيه، حاجه تانية هتبوظ من الناحيه التانية. مش دي الطريقه المتبعه. هو صح اول لما المريض يحصل له كسر بعد الشر لازم يروح للمستشفى، ولازم يتم تظبيط المريض في خلال 2 أو 3 بكتير. احنا مش هدفنا ان احنا نعالج السكر بقى والضغط اللي بقاله سنين، احنا نعمل فقط بري اوبريتيف اوبتمايزيشن، نظبط الامور في احسن وضع نقدر نعمله في خلال 2-3 دول عشان يخوض العمليه ويطلع ان شاء الله من العمليه بالسلامه، وبعد كده بقى المشاكل الصحيه دي نبتدي نتابعها على المدى الطويل.